ناس كتير بتسألني ايه الفرق بين سعر الذهب العالمي وسعره في مصر؟ عشان نعرف نجاوب على السؤال ده يبقى لازم نعرف سعر الذهب في مصر بيتحسب ازاي الأول، لأنه بيتحدد على أساس 3 حاجات وكلهم مرتبطين ببعض. أول حاجة فيهم سعر البورصة العالمية، وده إننا بنجيب السعر العالمي للذهب اللي هو للأونصة أو للأوقية، الاتنين نفس المعنى. وتعالوا نفترض إن هو ب 3200 دولار، هنقسم الرقم ده اللي هو 3200 على وزن الأونصة اللي هو 31.100، هيطلع لنا رقم بالدولار اللي هو تقريبا 102.89. يعني سعر جرام الذهب عيار 24 عامل 102 دولار و89 سنت. وعشان نعرف نجيب سعر الذهب في مصر بالمصري نضرب الرقم ده في سعر صرف الدولار في مصر. بس في مصطلح دلوقتي موجود عندنا في مصر اسمه دولار الصاغة، وده ساعات بيبقى أزيد من سعر الدولار العادي وساعات بيبقى أقل، وده بيبقى نتيجة تالت عامل بيأثر على سعر الذهب وهو العرض والطلب. وأنا بالنسبة لي ده أهم حاجة بتحدد سعر الذهب. وطبعا احنا بنتكلم العرض والطلب جوه مصر في الصاغة بتاعتنا يعني. فلو الطلب عالي جدا هتلاقي دولار الصاغة أعلى شوية لأن السعر بيزيد عن السعر العالمي، والعكس طبعا بيحصل. لو السوق نايم والدنيا هادية بتلاقي دولار الصاغة أقل من الدولار العادي. من ضمن ال3 حاجات اللي أنا قلتهم دول، أنا شايف إن العرض والطلب من أكتر الحاجات اللي بتأثر على سعر الذهب عندنا في مصر، وده اللي بيخلي سعر الذهب أوقات أقل من الخليج وأوقات العكس. ودي إجابة للي كانوا بيسألوني نشتري ذهب من السعودية ولا لأ. لازم تسأل وتشوف سعر الذهب هناك وسعر الذهب هنا وتحسب الحسبة اللي أنا قلتها لك. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس لو عندكم اي اسئله بخصوص اسعار الذهب. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.